لو انت بعد ما بتخلص صلاة بتقوم وتمشي زي بقية الناس، فانت كده فايتك حاجات كتير هتتمنى لو كنت تعرفها في يوم من الايام. صلي على النبي بقى وركز معايا. اغلبنا بعد ما بيخلص صلاة بيقوم ويمشي بسرعة وسايب وراه كنوز هيندم عليها بعدين. فانا في الفيديو ده هحاول اقول لك على اهم اذكار تقولها بعد الصلاة، ومش هتاخد منك دقيقتين بس، واهمها اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصى بيها وشدد جدا على اهميتها، انك تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 كده 99 وتكملهم 100 بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الذكر ده يغفر لك ذنوبك كلها، انت متخيل؟ وتاني حاجة هي آية الكرسي، ودي لو حافظت عليها وقلتها بعد كل صلاة مكتوبة مفيش حاجة هتمنعك من دخول الجنة إلا الموت. وآخر حاجة دعاء بسيط جدا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان محافظ عليه وكان بيوصي بيه الصحابة اللي بيحبوهم كمان: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أي باب فيه شير بقى وخلي غيرك يعرف الكلام ده، وما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأهم حاجة ما تنساش تتابع أحمد شوقي.